من خلال اسكندريه من تاني مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا ان احنا يكون لنا هذا اللقاء مع خليني اقول شابات الاسكندريه، الاعلاميات الاسكندريات ان صح التعبير يعني. استاذه كلمات، عجبني الاسم انا. كلمات ايه؟ كلمات محمود يونس. اهلا بيك يا كلمات. كلمات عندك طموحات ان انت تبقي اعلاميه، وفعلا انت موجوده في الاتحاد الاذاعه والتلفزيون بتتدربي على حاجه كده. كلميني عن كليتك وتجربتك، ليه اخترتي النشاط ده او حابه من خلاله تقولي ايه؟ انا اخترت كلية اعلام عشان شايفة نفسي ان انا حابة اوصل وجهة نظر الناس، حابة اساعد شباب كتير جدا. انا شابة يعني زيهم، بس في حاجات اللي بتبقى رغبات لينا نفسنا حد يسمعها، فانا حابة ان انا اوصل صوت عدد كبير من الشباب، احل مشكلة، اقدر ان انا اساعد حد اساعده، بس اواجه كتير يعني، اشوف ايه المشاكل احلها، اشوف ايه لو البطالة اقدر ان انا اقدم لهم حل، فرص عمل، اقدر ان انا اواجه المشاكل اللي بتواجه الشباب يعني حاليا. درس اعلام انت صح؟ طيب خليني اقول النهارده الميديا، المجال الاعلامي بقى سهل مع كل وسائل التواصل، بقى عندك مجال ان انت تشتغلي او ان انت يبقى عندك فرصه تعملي ده، لكن مش بشكل رسمي، يبقى بشكل شخصي على مسؤوليتك. هل جربتي تفكري تعملي حاجه زي كده، ولا دي ما فيهاش مجال انك تقدري تساعد الناس؟ لا طبعا فيها مجال كتير ان انا اقدر اساعد الناس من خلال الفيسبوك. طبعا دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي هي يعتبر تانية بتوصل للشباب وجهة النظر، وبيحاولوا من خلاله يعني بيفهموا اوضاع المجتمع ايه، الاحداث اللي بتمر بالمجتمع ايه، بيبتدي يعني بيفهموا الدنيا ماشيه ازاي، اكتر من نصايح الامهات في البيت. يعني اكتر من نصايح الامهات في البيت السوشيال ميديا بقت بتعرفهم كل حاجه، فلا هي حاجه متشافه وحاجه مسموعه كويس جدا، ويقدروا اقدر ان انا اتواصل في حاجه زي كده، واقدر ان انا اوصل صوتي بطريقه كويسه في حاجه زي كده. لا مفيش اي مانع خالص. من خلال الاعلام في رسائل مختلفه، رسائل اجتماعيه عشان ننهض بالمجتمع، رسائل وطنيه كمان، لانه احيانا بيكون في جهات تخريبيه وبتحاول تبوظ فكر الشباب، طالما ان ادوات بقت متاحه وكتيره جدا واي حد بقى بيشتغل فيها، وفي نفس الوقت بيقابلك، واعتبار ان انت دارسه وفاهمه اعلام بقى، فكره ان انا اكون حياديه، يعني ان ما عندكيش وجهه نظر خاصه بيكي. الموائمه بين الاثنين، البالانس، ممكن نعمله ازاي؟ لا هو الاعلامي ما ينفعش يكون ليه وجهه نظر محدده، زي بالظبط الاهلي والزمالك. ما ينفعش ان انا اكون انا اهلاويه فاشجع الاهلي او يعني اجي في صف الاهلي، لا لازم اكون انا بايد الطرفين وبقول مثلا دي وجهه نظر ودي وجهه نظر، والمشاهد هو لحد ما الفقره تخلص ما يعرفش انا كانت وجهه نظري غير ان هي محايده، ما يعرفش انا كانت وجهه نظري مع الاهلي مثلا او الزمالك او اي مشكله اجتماعيه بتحصل يعني. وانت اهلي ولا زمالك؟ انا زملكاويه. وانا كمان زملكاوي. طيب خلينا نقول انه يعني برغم كل الصعوبات اللي بيمر بيها الاعلام في العالم كله، اهمها انه المفروض انه يكون محايد، الا انه دايما بيتبنى وجهه نظر، بيتبنى وجهه نظر غالبا بتكون بشكل غير مباشر. لو قلت لك انت هتتبني وجهه نظر معينه بشكل غير مباشر خاصه بمصر، هتقولي ايه؟ لا هحاول ان انا وجهه نظري على الهوا ما تكونش باينه. لو انا طبعا معايا ضيوف راي مؤيد وراي معارض، هحاول ان انا بقدر الامكان احتفظ بوجهه النظر دي. ده في حاله لو كان الاستوديو او المكان اللي انا فيه موجود فيه ضيوف مؤيد ومعارض، طبعا ما اقدرش اعارض حد او ايد حد، لان كده بخلق مشكله. زي الاعلام الفتره ديت ما بيحصل مشاكل كتير في الاستوديوهات وكده بسبب ان الاعلامي بيأيد راي حد، فطبعا بتحصل مشاكل ويحصل هجوم في الاستوديو، بيحصل صوت عالي وبيحصل، ما ينفعش دول ضيوف. فلازم حتى لو انا ليا وجهه نظر او انا احترمت ضيف معين في وجهه نظره، لازم ان انا احتفظ بيها لنفسي. ما ينفعش اكون اخلي المشاهد يحس انا وجهه نظري ايه، ده يبقى انطباع غلط مني للاعلام. يعني انا كده مش بوصل رساله، بالعكس انا بخلي المشاهد بياخد وجهه نظري، خلاص يعرف الاعلامي ده وجهه نظره كذا، فده في حد ذاته طبعا. صناعه الراي، صناعه توجه، صناعه الاعتقاد، هل ممكن الاعلام يقدمها النهارده في ظل سماوات مفتوحه ومواقع انترنت بلا نهايه؟
حرية الرأي دلوقتي موجودة، احنا في 2022 دلوقتي بقى في اي حد بيقدر ان هو يفتح الفيسبوك يكتب اي حاجة، طبعا في حدود يعني اقصد، بس وجهة نظره طبعا يقدر ان هو يشيرها، يقدر ان هو بيعمل بيج مثلا على انا بقول ازاي وجهة نظره خلي الناس مؤمنة بيها، ده سؤالي كان. وجهة نظره الناس مؤمنة بيها لما هو يعرض حاجة تخص الناس، يعني يعرض حاجه تخص الناس، يعرض حاجه ان هي بتمس الناس، حاجه في القيم، حاجه في الاخلاق المجتمع. الناس كتير جدا على السوشيال ميديا بيهتموا قوي بالمساعدات، بيهتموا جدا ان في شخص بيعمل محتوى هادف ان هو يساعد، ان هو يقدم محتوى خير. الحاجات دي دلوقتي منتشره جدا على الفيس، وبتقدر ان هي توصل للناس ان هم لا انزلوا في حاجات كويسه، في حاجات ايجابيه، غير طبعا الحاجات السلبيه اللي احنا بنشوفها يعني. كلمات، انت شابه اسكندريه وبتشوف اسكندريه في الصيف والشتاء، واهل اسكندريه دايما بيقولوا اسكندريه في الشتاء اجمل من الصيف بكتير. شايف السحاب اللي جاي ده، الدنيا دلوقتي يعني هنلحق اللقاء بتاعنا نخلصه لان مش هيبقى فيه شمس بعد دقائق قليله جدا. شكل اسكندريه في الشتاء ايه؟ لا اسكندريه في الشتاء اسكندريه ماريه، يعني اسكندريه في الشتاء جميله جدا. بعض الناس طبعا بيفكروا ان اسكندريه صيف بس او كده، بالعكس اسكندريه في الشتاء جميله جدا. كفايه ماشيه على الشاطئ، الموج وهو بيخبط كده في الصخر وتحس انك شامم ريحه يود على كورنيش البحر، المطره وريحه الارض بتبقى في منتهى الجمال. في حاجات كتير جدا موجوده اثريه زي الترام القديمه مثلا، ناس كتير بتيجي تشوف الترام القديمه، زيزينيا وبكوس والاماكن الشعبيه الموجوده هناك اللي اتصور فيها مسلسلات زي مسلسلات زيزينيا وعفاريت السياله. بس في كمان شوادر الاسماك اللي موجوده في بحري، ناس كتير بتحب تروح تتفرج عليها، وقصر المجوهرات اللي فيه حوالي 11500 قطعه اثريه. بيجي ناس من انحاء العالم من كل البلاد تتفرج على القطع الاثريه اللي موجوده في اسكندريه. الاسكندرانيه بيتمتعوا اكتر في الشتاء عن الصيف، لان بيكونوا المصيفين اقل، فبيبتدوا يحسوا بمتعه البحر والهدوء في الشتاء، فبيبقى حاجه جميله جدا. يعني الشتاء في اسكندريه جميل، وكمان في اماكن كتير جدا بتروحها زي بحري والقعده على البحر، ولا يعني اسكندريه في الشتاء بصراحه جميله. يعني تعالوا اسكندريه في الشتاء يا جماعه. انت اعلاميه جميله وان شاء الله هيبقى لك مستقبل في الاعلام. انا سعيد بان انا عملت اللقاء ده معاكي، وان شاء الله اشوفك في اعلى منصه اعلاميه مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. شكرا كلمات. شكرا لحضرتك، اشكرك جدا، اشكرك.